منار كانت ماشية آخر الليل لوحدها. الشارع فاضي والنور ضعيف. قلبها بيدق بسرعة من غير سبب. حست بنفس وراها وبصت حواليها وما شافتش حد، والبرد دخل في عظمها فجأة. سمعت صوت تقيل بينادي اسمها. جسمها اتخشب. حاولت تتحرك رجليها، ما سمعوش الكلام. عرق بارد نزل من رقبتها والخوف مسك فيها وهي واقفة مكانها. رجعت البيت مرعوبة. قفلت الأوضة عليها. قعدت على السرير وحضن نفسها. النور مطفي والمروحة بتصر، والهمسات حواليها بتزيد وتخنق ودانها. الجن قال لها إنه بيراقبها من زمان، وإنه حبها ومش هيسيبها. منار صرخت وحطت إيديها على ودانها، بس الصوت كان أوضح وأقرب من الأول. في الكلية كانت تايهة، عينيها حمرة من السهر والخوف. سلمى صاحبتها سألتها مالك. منار بصت في الأرض وسكتت، وما قدرتش تحكي ولا كلمة. فجأة الدنيا لفت بيها. حست بدوخة تقيلة. وقعت قدام الطلبة، والهمسة رجعت تقول لها إن مفيش هروب، وإن النهاية قربت خلاص. أمها لاحظت التغيير. منار بقت عصبية وبتتكلم لوحدها. بتقفل الشبابيك حتى في الحر، وبتصحى مفزوعة من النوم كل ليلة. في نص الليل الشباك خبط لوحده. الهوا دخل تقيل. الستارة اتحركت، والصوت قال لها الميعاد قرب. وقلبها وقع في رجليها. الليل اللي بعده قامت من النوم فجأة. لبست هدومها بهدوء. خرجت من البيت من غير صوت، وعينيها مفتوحة بس عقلها مش معاها. كانت ماشية في الشارع والجن سايق خطواتها. جسمها بيتحرك لوحده ونفسها تقيل، والضلمة حواليها بتزيد أكتر. وصلت أرض فاضية مهجورة بره البلد. السما سودة والهوا تقيل. صوت الكلاب بعيد، وقلبها كان هيطلع من صدرها. الجن ظهر في شكل ظل طويل، عيونه حمرة، واقف قدامها ومد إيده ليها ببطء. ومنار واقفة مش قادرة تتحرك. حاولت تصرخ، صوتها خانها. دموعها نزلت، ركابها بتترعش، وهي شايفة الظل بيقرب منها خطوة خطوة. قال لها هتيجي معاه ومش هترجع تاني. البشر مش مكانها. وفجأة الدنيا ضلمت وصوتها اختفى في الهوا. الصبح أمها صحيت ملقتهاش. قلبت البيت، فتحت الأوض، صرخت ولمت الجيران، والقلق قلب الدنيا في البيت. الناس قالت منار هربت مع واحد بتحبه. الإشاعة انتشرت بسرعة، وكل واحد بيحكي حكاية من دماغه. سلمى كانت الوحيدة اللي مش مقتنعة، حاسة إن في حاجة غلط. افتكرت خوف منار ونظرتها المكسورة قبل ما تختفي. قررت تدور بنفسها حتى لو الموضوع خطر، وقالت مش هتسكت غير لما تعرف الحقيقة مهما كان التمن. راحت الأرض المهجورة. الجو كان تقيل والريح بتصفر. قلبها بيدق بسرعة وهي ماشية لوحدها في الضلمة. سمعت صوت منار بينادي اسمها من بعيد، صوت ضعيف ومكسور. جسمها وقف من الرعب. الجن ظهر قدامها فجأة، بصلها بغضب، عيونه حمرة، وقال لها تمشي وتبعد، وإلا هتكون زي منار. سلمى جريت وهي بتعيط، رجليها بتخبط في الأرض، ونفسها مقطوع، والخوف مالي صدرها. مرت أيام. منار مختفية، وأمها تعبت ودخلت المستشفى من القهر والحزن، والبيت بقى ساكت ومكتوم. الناس نسيت الموضوع بالتدريج، وكل واحد رجع لحياته كأن منار ما كانتش موجودة. بالليل ناس بدأت تسمع صريخ بنت من الأرض المهجورة. صوت يحوف ويكسر القلب في نفس الوقت. اللي راح هناك مرجعش، والموضوع بقى معروف، بس محدش قدر يمنع الفضول. شاب من البلد راح بدافع الفضول. دخل المكان لوحده ومحدش شافه بعدها تاني. أهله دوروا عليه كتير، بلاغات اتعملت، بس اختفى كأنه اتبلع في الأرض. 2 صيادين راحوا المكان بالليل، كانوا فاكرين الكلام إشاعات، ومشيوا جوه الضلمة. ولا واحد فيهم رجع، والعربيات فضلت واقفة مكانها، والناس فهمت إن الموضوع حقيقي. البلد كلها قالت الأرض مسكونة، والكل بقى يخاف يقرب من المكان حتى في النهار. الرعب بقى جزء من الحياة، والليل بقى تقيل على كل البيوت. في ليلة مطر، سلمى حلمت بمنار بتنادي عليها. وشها شاحب، وصوتها ضعيف، وعينيها مليانة وجع. صحيت مفزوعة وقررت تروح المكان تاني، رغم الخوف اللي مالي قلبها. وصلت الأرض المهجورة. المطر نازل والضلمة حواليها، ومشيت جوه المكان وهي بتترعش. شافت منار واقفة بعيد، شكلها متغير، عينيها فاضية، وجسمها واقف من غير حركة.
منار قالت بصوت ميت إن الجن خد روحها وحبسها معاه ومفيش رجوع تاني. مدت إيديها لسلمى وفجأة اختفت في الهواء قدام عينيها. بعد اللي حصل 5 أشخاص اختفوا حوالين المكان في شهور قليلة، ومحدش لقى ليهم أي أثر. ومنار محدش عارف مصيرها، واللي راحوا وراها ما رجعوش لحد دلوقتي، والسر لسه مستخبي في الضلمة.